السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نصايب لينام بالفرomاج ولا دان فومي كيجيو لذاذين. غتجربوا ان شاء الله الطريقه وغادي تعجبكم. نبداو المقادير على بركه الله. عندي هاد الفرomاج صراحه جربت بزاف ديال لي فرomاج ما عجبونيش، هذا كيجي في لينام لذيذ، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا. عندي 100 غرام ديال لادانت فومي ديال الزعتر و100 غرام ديال لادانت عادي، لادانت فومي عادي. عندي بيضه داك اللي مرشوش عليها راه غير الزعتر، وعندي شويه الزعتر هكا محمراه وطحناه هكا غير بين يديا. نبداو الطريقه. غادي ناخذ هكا زلافه كبيره. اول حاجه غادي ندير فيها الفرomاج. انا الفرomاج درتو عيني ميزاني، انا كيعجبني شويه زايد، ماشي ضروري ديروا العبار. غادي ندير عليه لادان فومي ديال الزعتر. صراحه هاد لادان فومي ديال الزعتر كيجي زوين، المذاق ديالو لذيذ. نزيد عليه الشكل الثاني اللي عندي، وغادي ندير الزعتر، وغادي ندير بيضه كامله صافي. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان ونتلاقاو من بعد. المهم اللي بغيت نقول لكم هنا اهم حاجه، انا درت بيضه كبيره، جاني شويه الخليط اللي خفيف بزاف، درتو في الكونجيلاتور حتى يتجمع شويه. من الاحسن نتوما ديروا غير بيضه تكون صغيره، وضروري ديروا بيضه كامله باش ما يطرطقوش لكم في القلي. كاين اللي كيدير بيض تاع البيض، كاين اللي كيدير صفر، ولكن احسن حاجه ديروا بيضه كامله وغير تكون صغيره. انا خديت هكا الورقه، عندي الورقه صغيره قطعتها على 4 هكا مثلثات. غادي ندير الاولى وغادي ندير فوق منها الثانيه على هذا الشكل اللي كتشوفوا. صراحه الفيديو راه شارح راسو هكا باش ما كيطرطقش لينا صافي. وكندير بحال هكا شويه ديال الخليط ديالي وكنجمعها وكنسدها بالطحين الطحين كنخلطو مع الماء. بعد ما كملت لينيم ديالي درت كميه، خلطت لي 2 بلاطوات. بلاطو راه ديجا في الكونجيلاتور، وحتى هذا راه غنديرو في الكونجيلاتور. اهم حاجه باش لينيم ما يتفرقعوش لنا على الاقل 1 الساعه. الا قدرتوا ديروا اكثر ديروا. والزيت خاص الزيت يكون سخون مزيان، كي كيسخن مزيان كنديروا لينيم راه ما كيتفرقعوش. كيف شفتوا لينيم ديالنا راه ما كيتفرقعوش، كيجيو هكا محمرين وزوينين ومقرمشين، وحتى المذاق يا سلام كيجيو عامرين بالفرماج. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا. بسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.